مرحبا واخيرا رجعت لكم فيديو جديد. طبعا اليوم رجعنا لسلسلتنا تاعت السناكات. بما انه كتير حبيتوا السناكات الجزائرية وكتير شجعتوني بالفيديو، عن جد احلى فيديو ضرب هيك ترند عندي. على العموم اليوم قررت اني اعمل لكم سناكات تركية ونشاركها مع بعض. بس قبل ما نبلش الفيديو احكوا لي ايش رايكم بالجلابة تاعتي اللي جبتها من الجزائر. جبت السناكات التركية هاي. حاولت قدر ما استطيع انه ادور على المنتجات التركية اللي هي صنع من البلد، تمام، مش مستوردة، لانه انتم زي ما بتعرفوا احنا مقطعين. فحاولت قدر ما استطيع انه الاقي اشياء مش من ضمن المقاطعة. فاي اشي انا جبته ممكن اكون غلطانة، احكوا لي بالتعليقات انه هاي مقاطعة يا فداء، فعشان ما اشتريها بعد هيك. تمام. فحتكون من خلف الكواليس معايا ماما، حترحب فيكم هلا. günaydın, يسعد صباحكم. لا شايفة. günaydın، يسعد صباحكم. ماما دخلتكم بالتركي. إيه باسكو اليوم شغلات تركية، عشان هيك. يسعد صباحكم حبيباتي، وين ما كنتوا يرضى عليكم يا رب. يا رب ان شاء الله. بما انه انا الصراحة بدي احكي لكم سر. الي فترة بعمل رجيم. ايوه صح، في مثل بيحكي رب ضارة نافعة. احيانا الامثال بتكون يعني في الصميم 100%. وانبسطت كثير. على كل حال هذا الفيديو كان في إلها زمان زمان زمان، هي مخططه لها قبل العيد. فوالا. الا فجأة هيك قررت انها تمنع حالها من السكريات لفترة. بعدين احتارت تعمل لها فيديو ما تعملهاش. قلت لها لا اعمليها، على اساس انه انا اخذ فيها حصة الاسد. طبعا زي ما بتعرفوا اهم شغلة بالرجيم الصراحة انكم تمنعوا حالكم من اول شغلة السكر. بس مش كله. هي اوليتها صعبة. عادة الرجيم القاسي النتائج تبعه مش يعني ما بتفرحش. صح جد. واحد بده يعمل رجيم يعني ينقص كمية الأكل، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء المشي. طبعا المشي. بس أي شخص بيعرفني في غزة بيعرف قديش فداء كانت ضعيفة. طلعت من غزة أبدعت في تركيا، أبدعت في الجزائر، أبدعت يعني. أكلكم يا الجزائريين ارحموني. الشخشوخة، إيش كمان أكلت الطعام. يعني كنت أكل كل إشي هيك دهن. ومنتجاتهم اللي هي الحلويات والشوكولا. والله العظيم يعني إيش بدي أحكي، بتخلي الواحد عن جد يضله فوالا. بس بتعطي طاقة، بتعطي انرجي. جد منتجات الجزائر منتجات عالمية بالدرجة الأولى عن جد. حنبلش هلا بالسناكات. ماما هيك قلبها فرحان بهذا الفيديو. شو بدك تختاري؟ هاي انا حنخليها اخر اشي، بعدين بفرجيكم اياها لانه ترند. تمام. فايش بدك تختاري؟ عصير ولا شيبسي ولا كله؟ المهم كله حيرجع لي الحمد لله. طيب الصبر ينال. نبلش بهاي لانه شبه اللي اكلتها في الجزائر. تتذكريها هذه؟ هيها صح. في منتج جزائري معروف نفس هاي، فشريتها بالجزائر وكتير عجبتني. فحنقارن نشوف هاي أذكى ولا تاعت الجزائر. والله أنا بقول الجزائر عن جد. طبعا الشوكولاتة تبعهم كتير ناعمة. يعني إشي لا يوصف. 1 2 3 في فرجري. طبعا. ويرن. واللي باقي كمان أخذه. طيب كلي بس حبة. طب اقطعلي من عندك. ليش؟ خير إن شاء الله. صار أفتحها هاي. طيب هذه أنا بحتفظ فيها كمان. أخذت. أنا حاخد بس قطعة صغيرة، لأنه اللي حيشوفني بسناكات الجزائر عن جد وجهي مربرب، كان هيك خدود. هلأ الحمد لله وجهي أضعف. تفضلي ماما. أيوة. بسم الله. الله. أعطيني رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا باكل علبة كلها وبعدين باكل رأيي. تاعت الجزائر أذكى. هاي زاكية، بس تاعت الجزائر إلها طعم غير. محيلي الجزائري يؤكل.
صراحة. كم بتقيميها؟ والله هذه أقيمها أنا 6/10. باسكو ما فيها شوكولا، أول ما بتاكلي فيها بسكوت. صح ايه، بتاعت الجزائر فيها شوكولا اكتر. فوالا. انا بقيمها 7.5. لا 6. زاكية بس والله حرام زاكية، بس بتاعت الجزائر أزكى. طبعا. ايش بدي هاي لاني عارفة طعمها الصراحة. هاي اكلتها كتير في غزة، لانه كنا ندرس توجيهي وانزل عند عمو اياد عمو اياد اشتريها بنص شيكل ولا بشيكل كانت. الله يورينا وجهه على خير يا رب. حدوق بس نتفة لاني بعرف طعمها الصراحة. ماما مش عارفة دقتيها انت قبل؟ ايه انت عامله ريجيم نتفه خدي. الله 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 الله. ماما كيف بهذا الفيديو؟ يرزق هيك من غير ما تحتسبون بالله. لا والله زاكله. هاي أزكى كيكة عندي. لا زاكله حرام. يعني جوا وبرا كله شوكولا. والله. أكب بتقيميها؟ هذه والله قيمة 10/10. وأنا 10/10. إلها ذكريات عندي أنا. لا مش قصة ذكريات، بس المحتوى اللي فيها متعوب عليه، الشوكولا كله كله كله، الزبدة أو السمنة ما شاء الله. صح. هلا بدي أعمل شوكولا ماما أكتر شغلة ما بتحبها في تركيا كلها هذا الاختراع. والله جنبها. هذا الاختراع اللي هو استنوا عشان يبين عندكم، اللي هو شاي بارد. هي ايس تي. فماما بتحكي لي كيف تشربي شاي بارد. الصراحة أنا بحبه. انت لو تشوفوا رياكشن ماما. اوه بالفواكه ماما. اصب لك نتفة نقطة شوية هيك منيح. طيرة. كوباية الشاي كمان. بالكوباية الشاي. نو. ما حبيتيه؟ نو. حرام عليكم، مية ملونة. زاكي مية ملونة والله زاكي. خسارة في الفرق. والله خسارة فيه. خسارة فيه المصاري. نو. والله زاكي. والله ذكرني في الشيء اللي كنا نعمله للأطفال في غزة، نحط لهم نتفة شاي والباقي مية. تتذكري؟ كانت تضحك عليهم. والله بحط لهم قطرتين شاي والباقي مية وهم مبسوطين عليه. كانوا يحكوا لها تيتا بدنا شاي، تيتا بدنا شاي. كم بتقيميه؟ هذا؟ والله هذا تلميذ ساقط. 3/10. جد؟ والله أنا بحط 9/10. بس مية ملونة وحياة الله. أزكى من الكولا. هذه مية ملونة وحاطين فيها روح الخوخ. فيه طعم الخوخ. فيه. شو هذا 3/10. نجرب هاي. طبعا هاي برضه مش حنكذب عليكم، أنا وماما دقناها قبل هيك. هذا بوب كورن. أحلى اختراع على فكرة طلع. أول مرة أشوفه كنت أكله هنا بتركيا. بس بكذا طعم. أنا باخد نتفة. هاتي العلبة كلها. أما الشاي بشربه لحالي هذا. بسم الله. هذا زاكي. بديل الشيبس. والله أفيد. أنا بالنسبة لي هذا أفيد من الشيبس، بس فيه ذرة هذه. كم بتقيميه؟ هذا والله أنا هو في طعم. أنا بحب السادة أكتر. في طعم بالتوابل. وفي بالبيتزا. هذا بطعم العسل. بس زاكي. هذا هو زاكي. 8/10. وأنا 8/10. 8/10.
8 من 10. في شغلة أنا هاي كتير بحبها، أوه. والصراحة يعني لما رحت على الجزائر كتير فقدتها. هاي شوفوا، هاي من ماركة قهوة دنيا، اللي هي بتصنع قهوة مشهورة كتير في تركيا، بتعمل كمان شوكولاتة وبتعمل قهوة، فكتير زاكية، حتى قهوتهم زاكية. بس طبعا لازم اخد نتفة لانها مليانة شوكولاتة ومليانة ايش؟ فستق من جوا. هاي هشوفه. اشوف. بيرد. اوه هذه بدها فنجان قهوة. والله هذه بدها فنجان قهوة. هاي ما تحكيليش اقل من 10. لا هاي مستحيل اقل من 10. انا بالنسبة إلي بحط لها 10 من 10. والله زاكية. وانتي؟ زاكية. هذه انا بحط لها كمان 10 من 10. في عندكم هيو هاد قصمات، بس ايش؟ بالليمون والفلفل. مشطشط هذا. كانوا عندي اولاد انا بياكلوا الفلفل بشراهة. عندك مين كان؟ محمود بكر. شوفوا من جوا كيف. هذاك اللي كان ساكن تحت. استنوا هيو. اشوف. لا هذا فيكي ما تاكلي، حرام. بس مش كتير. حامض. ماما بتحب بسكو بالفلفل والليمون. ماما بتحبش الحوامض. بس حراق. والله حراق، والله بيعطينا شعطة. متذاكر. أول مرة أدوق هذا وانتم مسافرين إشي سفرية بسد. لا يا ماما حراق. بس ذاكي. ماما بتحبي انت الحار. لا بس ذاكي، أنا حكيت لك ذاكي بس حراق. بحط له أكم 8 من 10 أنا. 8 من 10 صح. بس ذاكي. إيش نعمل؟ في هاي عبارة عن استنوا حطها صح، عبارة عن شوكولاتة وبسكوت. هذه وبرضه أول مرة أدوقها. ماما مكيفة على الشوكولاتات، والله بتموت على إشي اسمه شوكولاتات. طيب بدها قهوة. تروح هلا بعد الفيديو تعمل قهوة وتغيظني كل شوي تعمل لي هيك. فيها هيك مكسرات جوا. استنوا هيها. بسم الله. ماما طيبة. روعة حرام. رهيبة هاي. اسمها ديدو صح؟ بالبندق. كتير زاكية. في هاي بس خايفة اوسخ لك الدنيا هلا. مش مشكلة. هذه شبه كيت كات بس برضه مش مقاطعة. هاي نتفة؟ يما يطلع من راسي. هذه نتفة؟ اساسها مكسرة يما. هذه قد حبة البقلاوة يا ماما. والله لا قد حبة البقلاوة، لا قطعة كبيرة هذه. نتفة يا جماعة. هاي بدها تتكسر اصلا. والله قطعة كبيرة. تفضلي ماما، قطعة كبيرة حرام عشان الرجيم. بسم الله. والله طيبة. يا سلام. انا ما حبيتها. هذه بدها قطعتين 3 عشان الواحد يعرف الطعم. ماما انت كنت تجيبي علبة هناك في غزة، بس طبعا رايحين جايين عليها بطلوع. وكنا اي حدا بيجي علينا جيران او زيارة، احنا من عاداتنا في غزة بنجيب اشياء حلو، فكانوا عارفين انه انا بحب هاي الكيت كات، فكانوا يجيبوا لي اياها بالعلب. كانت مصفطة عندي. يلا ذكريات يا جماعة، ذكريات. ندوق المارشميلو. خدود بنات ميار. مارشميلو، كانوا عندي بنات نحكي لهم خدود المارشميلو.
كانوا يعملوا تحدي مع ماما. طبعا ماما لما كانت فاتحة روضة شو اسمه كانوا ينادوا لها تيتا مش مس او فكانت تعتبر انهم خلص ستهم. تيتا تيتا. يا بسم الله. الله على المارشميلو. واو ذاكر. لا اكلت مارشميلو في الجزائر بس ما تزعلوش مني. بارد. مش بارد. مبرد. لا خميل. جد؟ ما هذا مارشميل والله. انا حسيته مبرد. لا طعم المارشميلو ما حبيته في الجزائر. فوتوا لنا اياها ها. لا الحقيقة مرة يعني ما فيش شيء يجرح زي الحقيقة صراحة. ما قدرت حكيت لكم ما قدرت. اختي الشوكولا بدها شوفوا. قهوة. هاي سهرة. خليها لبعدين هاي. فحجرب هادي معكم. استنوا افرجيكم اياها. هاي الشوكولاتة. اخذت هاي النتفة هايكم شاهدين. شو؟ ها هذا نكتة؟ اقل من هيك اخذ يا ماما. طبعا. والله. هي زاكية. خفيفة. نو. على حلا شوكولا الجزائر. كم؟ طلعي ماما انا هاي دقتها فمش حدوقها. ليش؟ انت دوقيها. هاي دقتها قبل فترة قبل ما اعمل الرجيم. رحت سرقت من الكيس. مش كلمة سرق اخذت اخذتها من كيس. ماما كانت نايمة وانا قاعدة بحضر في المسلسل وكسلانة وبدي اشي حلو. شفتوا النفس الدنيئة. بس خليت لك تاعتك. طيب. فبقيمها الصراحة زي تاعت ألمانيا اللي أجتني أول ما أجت على تركيا. في شوكولاتات أجوني من ألمانيا نفس الطعم. فدوقيها ماما واحكي لنا رأيك. ما شاء الله والله ذاكية. عن جد. ماما هلأ مع القهوة رايقة خلص الروقان. هذه 9/10. تمام. ماما هذه هي نقتها بس برضو مش حدوقها. ليش؟ لأنه ما بحب لا البرتقال. لا التحدي لازم تذوقي. نو. هاي الشوكولاتة بطعم البرتقال. لازم تذوقي. هيها. نو. ما بحب الشوكولاتات اللي فيهم طعم بس اللي فيهم مكسرات. لا. كيف بدك تقيمي؟ هيها نتفة. فيها لون جوا. برتقال. هيها. حتى فيها ريحة البرتقال. بسم الله. عارفة ذكرتني في شو؟ في حلوة اللوز اللي عندكم. ماما انصدمت. لا. بالذاكرة. لا. سكرها كتير ثقيلة. حاطين فيها سميد ولا فرينة ولا شو؟ شكله حاطين سميد. نو. هيها مليانة سكر هذه. شوفوا كم عطت لها. اشهد يا تاريخ. ماما تتدلع بالحلويات والشوكولاتات هلا وانا بطلع عليها. هذه زي المسكوتشو. هذه زي الكيكة اللي بنعملها مسكوتشو. مين مسكوتشو هاي؟ بدنا نعمله نشرب القهوة تاع العشية تاع العصر. طيب ترجمي. مسكوتشو اسمه. هذا الكيكة اللي احنا بنحكي عليها كيكة. بعضكم احكوا لها ودي فداء على قسنطينة وعناب. ان شاء الله. خلص. وعد ان شاء الله. ماما لما توعد بتوفي. ان شاء الله. اوكي. حنرجع للشيبسي هاد. طبعا انا ضايقاه قبل فحنشوف ردة فعل ماما لانه كيف ردة فعل ماما وانا ماخذه قهوة على شوكولا على مسكوتشو. حتى في السناكات الجزائرية حكوا لي اسم الفيديو اكثر من يوم ما قدرت. ما بقدر اشوف هاي كل الاشياء اقسمهم يوم ويوم لا. فهيك هو عبارة عن هيك. شوفوا زي بسكوت اشي خفيف اشي مملح بس حلو للرجيم مع اللبن او جبنة.
ما بيتاكل. مع اللبن لحاله ما بيتاكل، لا. هذه اي حدا من متابعيني بغزة حيعرفها. كانت بنص شيكل يا جماعة، او اظن الحبتين بنص شيكل. والله كنت انا اخذ من ماما 2 شيكل، اروح اجيب 4 حاجات من عمو اياد واطلع لها. هلا بتعرف لما بدكم تشتروا شوكولاتة بدكم اقل اشي 10 شيكل ولا 5 شيكل منها. هاي زاكية. كثير اكلت سكر. هلا حندوق مع بعض هذا الشيبسي، اول مرة اجيبه. بس هذا الشيبسي قرأت عنه حكولي انه منتج تركي. تمام. ليش هو المنتجات الأولانية هندية؟ كلها تركيا. ما قصدي انه مش مقاطعة. والله. بسم الله. ماما حتحبيه هذا بالفستق صاحبك. نفس طعم غزة. هذا بعدين مثل ايه؟ كيف؟ لا تعال بدي أذكر. بما انه وصلنا هلا نكسر كل الاشياء الحلوه، ضايل كم شغله بس. حخليك تذوقي هذا المشروب. يعني الهلال الأحمر التركي. هذا المشروب كتير مشهور في تركيا وكتير زاكي وفيه أطعمة. جبتلك الطعم البطيخ وفي ماتشي. أول مرة. ما دقتي انت قبل هيك تاع البطيخ صح؟ هاي صبت لك نتفة عشان ما تحكيش. في من غير طعم ومن غير سكر. لا بدون طعم مش زاكي. هذاك بيحكوا عنه هنا انه بيهضم. ايام العيد الاضحى مستحيل تلاقوا هاد في المحلات. سواء اللي بالطعم سواء اللي بدون طعم كله بيكون مأخوذ. المشروب هذا يعني في البيوت التركية ما بينقطع ابدا. ابدا ابدا. وبالذات لما تاكلوا مع اللحمة عن جد بهضم. حسيت انا بفرق. واحيانا لما انا مثلا معدتي هيك تضرب ما الاقي غير هاد هو. واظن والله اعلم في الجزائر في فيشي، والله اعلم. دقته؟ ايه. هذا اللي بالليمون. فوالا. اللي دقته عند الاوتوغار تبع بجاية. وصلنا لاخر الفيديو، اخر شغله معنا. ايوه انا الي من يوم ما شرت الحاجات وانا بستنى في هذه الحيه. اي حيه؟ هذه صار اسمها حيه. والله العظيم من يوم ما شرتها هبلتها فيها. هلا شفتوا الترند اللي طلع جديد؟ اي ترند هذا؟ ترند طلع جديد اللي هو الشوكولاته مع البسكوت. الشيبسي مع ايش ترند هذا؟ ترند لبس رياضي على فكره. ترند يما يا ويوي ترند. المهم طلع ترند على التيك توك هو اول اشي. جوكينج احنا كنا نحكي الترند في غزه صح. يا عالم عارفين ايش يعني ترند في غزه؟ اللي كنا نحكوا عنه جوكينج اللي هو لبس رياضي. المهم طلعت على التيك توك كتير انشهرت اللي هو الشيبسي مع الشوكولاتة. فلما شفتها في المحلات في الجزائر يا ماما بس ما جبناهوش. ما شفتها. شفتيها؟ كان موجود. معلش احنا في الجزائر جربنا الترند تبع شوكولاتة دبي. والله الترند اللي هو لبس رياضي في غزة. ماما ترند حد يفهمها ترند يعني انشهر. هي فهماني بس بتحب يعني تستفزني. على العموم فحنجرب هاي الشوكولاتة سوا هايها. فكتير متحمسة الصراحة. دايما شوفوا الحركة. الشيبسي وغرفه بالشوكولا. يا ولدي عدي ختامها مسك صراحة. واو. الله تستاهل. ولدي عليا بصراحة بدون تعليق. كتير زاكية والله العظيم بدون تعليق. وحتى جواتها شوكولا يعني محشية شيبسي وشوكولا ومغلفة بالشوكولا.
كتير ذكية، أنا بحط لها 1,000,000/10. كتير مهمة. إيه. شكرا كتير. Merci bien pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Görüşürüz.